السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. دعوة نطلبها ونكررها يوميا في كل ركعة، نحفظها عن ظهر قلب من آيات سورة الفاتحة. ما أعظمها من سورة، هي أم الكتاب، وهي الشافية، وهي الواقية، وهي السبع المثاني. يحق لنا عندما نقرأ قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أن نسأل أنفسنا: من هم الذين أنعم الله عليهم؟ نجدها أيضا في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. متخيلين المنزلة والرفقة أن نكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أحبتي في الله، درجات تحتاج للوصول إلى طاعة الله والرسول. ما علينا إلا الاستعانة بالله الهادي، اهدنا الصراط المستقيم. والإيمان بالله الهادي يهدينا، يدلنا، يرسل إلينا فكرة، خاطرة، توجيه، فلنكن متيقظين لاستلام هذه الفكرة وتلك الخاطرة ونعمل بها. فدرجات النبيين والصديقين والشهداء ليست صعبة الوصول إليها. هذه الدرجات أحسن رفقة، هذه الدرجات تحتاج إلى سعي. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل لحظة من عمرك هي لحظة سعي. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا وثبتنا عليه حتى نلقاك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.